مدربين إلى غاية هذه الجولة. يوسف بوزيدي كان بطلا الموسم الماضي فأضحى مدربا ضعيفا. أتساءل أين هو المشروع اليوم من طرف شركة موبيليس؟ أين هو المشروع اللي تغنيتوا به مع بداية الموسم؟ نفس اللي قلنا على سونار غاز وعلى وفاق سطيف نعاودوه اليوم على شبيبة القبائل. أين هو المشروع اليوم في در التكتلات وحرب التخلاط وحرب المصالح، والكل يرى نفسه هو الأهل لقيادة فريق شبيبة القبائل؟ هذا السؤال الذي أطرحه أولا. إن كان بوزيدي يتحمل مسؤولية النتائج ولست مدافعا عنه، نتمنى أيضا تكون له شجاعة ويكون معي عبر الهاتف ويتحدث من تسبب في إقالته ومن تسبب في هذه النتائج مع بداية الموسم. لماذا لا يتم أيضا محاسبة المناجر العام؟ ولماذا لا يتم محاسبة المدير الرياضي؟ ولماذا لا يتم محاسبة المساعد؟ ولماذا لا يتم محاسبة من كان وراء انتدابات لاعبين لشبيبة القبائل؟ هذا من جهة.